ندخل بقى في شوية تفاصيل، ندخل بقى في عندنا حاجة اسمها properties أو خصائص للcomponent. آمم، ألا وهي إيه؟ لو وقفنا على الcomponent الأصلية دي تمام، هتلاقي في حاجة اسمها هنا properties. لو ضغطت عليها هتلاقي ظهر لك 4 حاجات، عندك variant، عندك text، عندك boolean، عندك instant swipe. معناهم إيه؟ هنشرحهم ال4 بالتفصيل واحدة واحدة. لو أنا عملت variant تمام، فبيحوّل لي الcomponent ديّة لحاجة اسمها component set. يعني إيه component set وإيه الفرق ما بينها وما بين الcomponent الأصلية؟ إنه الcomponent الأصلية هي component عادية، لكن الcomponent set هي زي مجموعة component مع بعضها، يعني مجموعة component بيبقى في نُسَخ كتير جوّه الcomponent الأصلية نفسها. ده معناه إيه برضه؟ معناه إن أنا أقدر أقف على الcomponent دي أو الزرار ده وأعمل منّه نسخة أو أعمل منّه variant جديد من هنا بالشكل ده. تمام، خلّينا بس نوسّع الcomponent ديّة تمام ونحطّهم جنب بعض كده، وده هيخلّينا نعمل أكتر من حاجة. دلوقتي أنا ممكن يبقى عندي بيبقى عندي في الأزرار حالات كتير و أحجام برضه، بيبقى عندي button حجمه كبير، حجمه صغير، فأنا باقدر أعمل منّه كذا نسخة في الcomponent الأصلية نفسها، في الvariant نفسه. وكمان في الحالات دي باقدر أستخدمها في حالة الhover، لو أنا عايز أhover على الزرار فشكله يتغيّر أو يظهر لي بحالة تانية غير الحالة الdefault بتاعته. هنشوف الكلام ده دلوقتي. أنا لو عندي الزرار ده، فأنا خلّيني هادّي له stroke تمام، وهاشيل ده تمام، فأنا دلوقتي بقى عندي ده الزرار. فأنا دلوقتي بقى عندي حالتين أو 2 variant من الزرار ده، الأساسي تمام، وهاسميها من هنا اللي هو الprimary تمام، وعندي الsecondary. حلو جدًا. فأنا دلوقتي بقى عندي 2 variant أو variant من الcomponent نفسها. فأنا أقدر أروح للproperty بتاعتي ديّة مثلًا وأسميها states. أقدر دلوقتي إن أنا أروح لأي instance عندي وأغيّر حالته، هل هو secondary؟ هو ده ليه مش لونه كده؟ تمام، فأقدر أروح دلوقتي لأي button عندي أو أي instance عندي وأقدر أحوّلها للشكل ده. تمام، تمام، ممتاز جدًا. دلوقتي في مشكلة هتواجهنا ألا وهي إن إحنا قُلنا من شوية إنه لو أنا حبيت أغيّر الtext بتاع الinstance ده، مثلًا هاسميه هنا زياد، أو بلاش زياد خلّيه more. فأنا دلوقتي هابقى كده عملت أو كسرت الربط ما بين الcomponent الأصلية. فدلوقتي أنا لو عملت أو غيّرت أي حاجة في الزرار ده، أنا كده باربطه أو عفوًا أنا كده باعمل له unlink الvariant بتاعته أو الvariant الأساسي. فأنا لمّا هاجي أغيّر أي حاجة في الcomponent بعد كده من ناحية الtext مش هتتغيّر على الtext ده، لإن أنا غيّرت من الinstance نفسها، ودي مشكلة أو مش دي الطريقة الصح. فأنا وقتها هاضطر إن أنا أروح أعمل properties تانية خاصة بالtext، بحيث إن أنا أقدر أعدّل على كل الtext، وفي نفس الوقت لو أنا حبيت أعدّل على الtext وهو هنا من الinstance نفسها ما يكونش أو ما باعملوش unlink من الcomponent الأصلية بتاعته. فهنعمل ده إزاي؟ هنروح على نحدد الcomponent set الأصلية، فهنروح عند الproperties هنا وهنحدد نضغط على الplus فهيظهر لنا الtext. إحنا عملنا variant ونسخة تانية من الbutton اللي هي دي واتكلمنا عنها وضّحناها. تاني حاجة هنتكلم عن الtext. أنا دلوقتي لمّا هاعمل text هاقدر إن أنا أحدد الtext ده واربطه بالtext اللي عندي ده تمام. أنا دلوقتي ربطته أوكي، عشان أنا مش مسميه في البداية وأنا باعمله. دي برضه المشاكل اللي هتقابلك، إنك مش مشكلة يعني، بس ممكن من الحاجات اللي هتقابلك، ألا وهي إن وأنت بتعمل variant وأنت بتعمل عفوًا text أوكي، الname بتاعته خلّيها text، الvalue خلّيها button.
أوكي. فأنا دلوقتي لسه ما ربطتوش ما ربطتش الtext ده نفسه بسم الله الرحمن الرحيم بالproperties اللي أنا عملتها، فأنا لمّا هاكليك عليها كده أنا هابقى ربطته بيها، فإذًا أنا دلوقتي لو رُحت لأي زرار هالاقي الproperties اللي أنا عاملها اللي هي الtext دي هنا موجودة هنا، فأنا دلوقتي هنا أقدر أعدّل على أي زرار بدون ما بافصله أو باعمل له unlink عن الcomponent الأصلية نفسها، وده معناه إيه؟ معناه إن أنا لمّا هاجي أعدّل على الcomponent الأصلية نفسها في الtext بتاعها، فهيتعدّل معايا جدًا خالص هنا، تمام؟ بس. ليه ما اتعدّلش معانا في النُص دي؟ عشان كنا عاملين له unlink، كنا غيّرنا الtext direct من هنا، تمام، تمام جدًا. فأنا دلوقتي لو هاجي أحدد دي، مش هالاقي ظهر لي اللي هو الproperties اللي أنا عامل لها الtext دي، ليه ما ظهرتش؟ لإن أنا بكل بساطة رابط الtext ده بالproperties بتاعة الcomponent set الأصلية نفسها، ما ربطتش الtext ده، فأنا لو رُحت ربطت الtext ده فautomatically هيتحول معايا هو كمان بقى موجود دلوقتي، إن أنا أقدر أعدّل على الtext بكل بساطة خالص عادي، تمام. طيب اللي بعد كده إيه بقى؟ بعد كده الboolean. الboolean ده اللي هي قيمة true false يعني اللي هو صح وغلط أو موجود أو مش موجود، بس هي بيدّيك قيمتين. ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إن أنا دلوقتي لو عندي أيقونة مثلًا، خلّينا نجيب أيقونة، فأنا لو عندي أيقونة مثلًا بالشكل ده، فأنا ضفتها هنا، تمام؟ فأنا حابب إن الأيقونة ديّة أشيلها مثلًا، أو هتكون في بعض الحالات بنحتاج إن الbutton يكون فيه آمم أيقونة، وفي بعض الحالات مش هيكون ما فيش، فأنا مش هاقعد آخد نسخة من الcomponent الأصلية، ووقت ما يكون عندي زر مش محتاج فيه الcomponent هاحذفها من هنا، أكيد ده مش الصح. فأنا ممكن أربط الأيقونة ديّة بالproperty بتاعة الboolean اللي أنا عملتها من هنا، مش أنا لمّا جيت هنا وعملت عملت عفوًا property boolean، فأنا دلوقتي لسه ما ربطتهاش بحاجة. بُص، عشان ما تحسش الموضوع معقّد، أنت عندك component، تمام، ليها 4 خصائص، لمّا بتعملها component set تحدد الcomponent الأصلية، بيبقى عندك 4 خصائص. variant وtext وboolean وinstance swipe. instance swipe هنيجي لها كمان شوية، بس الvariant أنت بتعمل نسخة تانية بحالة تانية من الcomponent اللي هي نفس دي اللي إحنا اتكلمنا عنها كده، تمام. ممكن تعمل زرار أحجامه قليلة في أماكن معينة، مثلًا بتحتاج زرار يبقى حجمه قليل، أنواع أو حالات مختلفة وهكذا. الtext أنت بتعمل للtext ده property وبتربطه بالنص نفسه عشان تقدر تعدّله من الزرار هنا أو من الcomponent اللي هي من الinstance أو من النسخة بتاعة الcomponent بدون ما تعدّله direct من هنا يتعمل unlink أو ما يتربطش مع هنا، فتيجي تعدّل أي حاجة في الcomponent الأصلية مش هيتعدّل معاك، فلازم تبقى عامل لها إيه text property. فالboolean بقى زي ما قُلنا أنت لو حدّدت الأيقونة ديّة وجيت من هنا ربطتها بالقيمة اللي أنت عاملها أو بالproperties اللي أنت عاملها، فهتتربط بيها كده. فإذًا لو رُحت لأي نسخة من الcomponent أنت واخدها بعد كده، بيظهر معاك هنا الboolean بالشكل ده، لو قفلت دي بتختفي معاك، لو فتحت دي بتظهر معاك. بالضبط كده. بدل ما تضطر إن أنت لو أنت مش رابطها بيها أو مش عاملها هتضطر إنك تمسحها من هنا، وده مش الصح، تمام. فبس ده الجزء بتاع البوليان. طيب آخر حاجة بقى وهي الinstance swipe. الinstance swipe دي اللي هي دي الinstance swipe هيكون الفايدة بتاعتها إنك بتقدر تعدِّل على الicons اللي موجودة في الcomponent من الcomponent نفسها من هنا. أنا دلوقتي لو عايز أعدِّل على الicon دي مش هاعرف أعمل لها. لو أنا معايا مثلًا أيقونة تانية زي ديّة وجيت آخُدها copy وجيت أعمل لها replace مش هينفع عشان دي component،
وفي نفس الوقت أكيد مش هاقعد أحذف ديّة وأضيف دي، دي مش الطريقة الصح، مش هتتضاف معاها أصلًا. طيب نعمل إيه في حالة زي كده؟ في حالة زي كده لازم يبقى عندنا في الfile نفسه اللي إحنا فيه ده main component تمام، خلّيني أعمل لديّة detach. في الfile نفسه لازم يبقى عندي أيقونة عفوًا لازم يبقى عندي component من الأيقونة نفسها أو عندي مكتبة أنا ضايفها في الfile نفسه. تمام، تمام. فإذًا دلوقتي أنا لمّا هاحدد الcomponent set الأصلية وأعمل لها instance swipe فهاحدد تمام، الأيقونة اللي عندي دي، اللي هي الcomponent بتاعة الأيقونة الأصلية دي تمام، وهاعمل لها create وبعد كده هاخد نسخة من دي، اللي هي نسخة من اللي أنا عملتها عندي component ديّة، وهاحطها هنا مكان الcomponent القديمة دي. لازم الcomponent اللي هتتحط هنا تكون نسخة من component أصلية تانية. فهمت؟ يعني ده component بعد كده باخد منها نسخة فباحطها داخل باحطها داخل component تانية. تمام، تمام جدًا. دلوقتي أقدر أربط بقى الicon دي بالإيه، بالinstance اللي أنا عملته. إيه اللي أنا عملته ده؟ إيه اللي أنا عملته ده؟ اللي أنا عملته ده إن أنا لمّا هاروح هنا دلوقتي أقدر أعدّل خلّيني بس أشيل الcomponent خلّيني أشيل ده عشان ما تخيلناش. دلوقتي أنا لمّا أروح هنا أقدر أعدّل الcomponent دي نفسها عفوًا الicon دي نفسها أغيّرها لو أنا عندي مكتبة معيّنة مثلًا، أنا عندي هنا ضايف مكتبة الDGA فبرضه لو ما تعرفش عن مكتبة الDGA فأنا كنت عامل عنها فيديو وإزاي تضيفها عندك في Figma. فأنا دلوقتي أقدر أعدّل أي أيقونة من المكتبة ديّة براحتي جدًا، أختار أي أيقونة فهتتغيّر ديّة معايا كده تلقائي بالشكل ده، وبعد كده أعدّل لونها من تحت عادي ما فيش مشكلة خالص براحتي. فلو رُحت أنا دلوقتي لأي زرار عندي وحبيت إن أنا أغيّر الأيقونة بتاعته بس بافتحها، بافتح المكتبة بتاعتي اللي أنا ضايفها عندي، وأقدر أعدّل أي أيقونة براحتي جدًا، تمام؟ بس، فكده أنا سرعت الcomponent سريعًا، أنا عارف إن ممكن يكون الفيديو مش طويل شوية وفي نفس الوقت كل خاصية من خصائص الcomponent دي لازم تكون في فيديو لوحدها، فإن شاء الله هاحاول أعمل لكم سلسلة تانية تكون بتشرح بتفصيل أكتر اللي إحنا عملناه ده بقى، تمام. يكون الموضوع بيتشرح بتفصيل أكتر، لإن الموضوع يعني أكبر من كده بكتير، بس أنا حاولت أغطي كل حاجة بشكل سريع جدًا عشان ما نطوّلش في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.